احنا بقينا بنشوف حاجات في الحياة حوالينا غريبة جدا. حاجات مش قادر العقل والمنطق يستوعبها. يعني من سنتين كان في شخص إرهابي اسمه أبو محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة في سوريا، المنتمي لتنظيم القاعدة. التنظيمات دي والجبهات دي كلها مصنفة كمنظمات وتنظيمات إرهابية. أمريكا الدولة العظمى كانت رصدة 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على أبو محمد الجولاني. وبعد الأحداث اللي كلنا تابعناها في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، نلاقي الإرهابي اللي كان مطلوب للعدالة وبيطارد من أمريكا بقى رئيس سوريا، ويغير اسمه ويبقى اسمه أحمد الشرع. وللأسف الشديد يتم إعطائه شرعية دولية من أمريكا ودول إقليمية في الشرق الأوسط، وينزل أحمد الشرع بالباراشوت على الحكم في سوريا، والجماعة الإرهابية بتاعته تقوم بعمليات إرهابية في كل محافظات ومدن سوريا، ويتم قتل الأبرياء على الهوية وسط سكوت تام من كل المنظمات الدولية والدول الغربية. وتدخل إسرائيل تنتهك السيادة السورية وسط صمت تام من النظام الخانع الخاضع بقيادة أحمد الشرع، اللي ما بيقدرش يفتح بقه على الانتهاكات اللي عملتها إسرائيل داخل الأراضي السورية، ولأنه نظام منبطح للغرب جاي بينفذ أجندة تخدم الكيان وتخدم إسرائيل. الجولان ضاعت وكتير من المناطق والسيادة السورية بقت في قبضة إسرائيل، ولأن في مصالح لدول إقليمية إن سوريا ما يتمش السيطرة عليها من النظام الإيراني، فكان لازم يتم دعم أحمد الشرع. ومن المفارقات الغريبة جدا إنه يطلع في الرياض ويظهر في مؤتمر ويتكلم فيه قدام الحضور ويتطاول عشان يرضي أسياده، ويقول إن في بعض الدول الإقليمية بقت أكتر تطورا من مصر. مصر أيها بالقرع هي اللي علمت الدول اللي انت بتتكلم عليها القراءة والكتابة. مصر واحدة من أقدم الدول المركزية في العالم، حضارتها وتاريخها أيها القرع تشهد على ده. عندنا في مصر 4 مليون لاجئ سوري جم هنا، احتموا في مصر واشتغلوا في مصر وتعلموا في مصر بعد ما حصلت الأحداث اللي كانت في سوريا. ما راحوش ليه على البلاد اللي انت ذكرتها؟ لأن مصر هي دايما الملاذ الآمن لكل الناس. مصر العظمى لما تيجي تتكلم عنها تقف وتحترمها، الدولة العظيمة اللي محدش قدر يكسرها ولا هيقدر. مصر مش زيك بتنتهك السيادة بتاعتها. مصر دولة ليها سيادة، ليها جيش نظامي محترم، دولة مؤسسات، ودولة تعرف تحافظ على السيادة بتاعتها. شعبها مش بينكسر، ممكن تكون ظروفها الاقتصادية صعبة لكن عمر ما حد بيقدر يكسرها. واضح انك انت ما بتقراش التاريخ، واضح انك انت جاهل بقيمة وعظمة مصر. عاوز تعرف قيمة مصر؟ كنت تشوفها في مؤتمر السلام في شرم الشيخ، المؤتمر اللي وجع ناس كتيرة قوي ووجع دول كتيرة قوي، لان مصر كانت عظيمة قوي وقدرت انها تحافظ على سيادتها، وقدرت انها توقف مخطط التهجير، وقدرت انها تحافظ على القضية من انها تتصفى. انما انت خانع خاضع لأسيادك اللي عايزين يمولوك لمصالحهم الشخصية، مش علشان اي حاجة تانية. احترم نفسك واعرف وانت بتتكلم عن مصر بتتكلم عن قامة كبيرة قوي، فتتكلم عليها بأدب واحترام. تحيا مصر العظمى.